10 نصايح للعناية بصحتك أثناء الرضاعة. فترة الرضاعة الطبيعية أهم الفترات في حياة الستات، خصوصا لو تجربة جديدة والأول مرة تاخديها مع أول طفل. وعشان تطلعي منها بصحة كويسة ما تأثرش عليكي بالسلب سواء جسديا أو نفسيا، هقولك في الفيديو ده أهم 10 نصايح إزاي تعتني بصحتك الجسدية والنفسية طوال فترة الرضاعة الطبيعية. أول حاجة التغذية السليمة والمتوازنة، ودي تقدري توصلي لها عن طريق تنظيم أكلك وإنك تزودي كمية حاجات معينة زي البروتينات، اللحوم او البيض بالخصوص. منتجات الالبان اللي بتساعد في مد الجسم بالكالسيوم، وطبعا الفواكه والخضروات بتدي جسمك فيتامينات. في المقابل قليل الكربوهيدرات خصوصا الغير صحيه من الميه. تاني حاجه شرب كميات كافيه من الميه. الترطيب شيء مهم جدا جسمك بيحتاجه خصوصا في فتره الرضاعه، وده عشان بيساعد في نزول لبن الرضاعه. عشان كده الميه مهمه جدا بالنسبه ليك، ما تقلش عن 3 لتر ميه في اليوم، ولا تقدري ممكن تدخلي اعشاب كمان عشان تزود افراز اللبن. تالت حاجه الراحه بشكل كافي. حاول تستغل وقت نوم طفلك وترتاحي، تاخدي كفايتك من النوم عشان كل دقيقه نوم هتفرق معاكي جدا. وابعدي عن اي نشاط مجهد عشان ما يحصلكيش اي ارهاق. رابع حاجه تناول الفيتامينات عند الحاجه. في الغالب وقت الرضاعه بنكتب للمرضعه فيتامينات في حاله وجود نقص عندهم فيها في الحمل، تبداهم في الحمل وبتكمل بعدها. واهم الفيتامينات دي هي الحديد والكالسيوم وفيتامين دي كمان، عشان كده تابعي مع الدكتور وخدي فيتاميناتك وما تهمليهاش. خامس حاجه تجنب الكافيين الزياده. قللي من الشاي والقهوه على قد ما تقدري، وده مش بس عشان بيأثر عليكي، ده كمان بتنتقل للطفل عن طريق اللبن، تأثر على نومه وتخليه فايق، وبالتالي نومك هيتأثر انت كمان. سادس حاجه الاهتمام بالنظافه الشخصيه. دايما حافظي على نظافه الثدي وتعودي تغسلي ايدك قبل الرضاعه عشان تحمي الطفل من اي نوع من انواع العدوى. سابع حاجه بعيدا عن العادات الغلط في الاكل زي الاكل من بره والمشروبات الغازيه والاكل الني مش مطبوخ كويس. تامن حاجه مارسي الرياضه زي التمارين البسيطه زي المشي. تاسع حاجه خصصي وقت لنفسك تسترخي فيه او تعملي فيها حاجه بتحبيها، ده هيساعد كتير انه يقدم لك دعم نفسي. عاشر حاجه لو لقيتي اي حاجه غير طبيعيه بتحصل في فتره الرضاعه خصوصا كميه اللبن او صحه الطفل، لازم ساعتها تكلمي الدكتور وتتابعي معاه. كده اكون قدمت لك 10 نصايح لو نفذتيهم هيفرقوا معاكي جدا ومع صحتك في فتره الرضاعه.